مساء الخير، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذا اللايف اللي كيف وعدتكم قبل أيام، يعني لما كنا تكلمنا على المباراة ديال المنتخب المغربي أمام نظيره لهايتي. وعدتكم على أنني سأعود لأتحدث معكم عن المباراة المرتقبة اللي كتنتظر الفريق الوطني المغربي برسم دوري سدس عشر نهائي كأس العالم. المباراة اللي غتجمعنا بالمنتخب الهولندي، مباراة على درجة كبيرة من الأهمية بطبيعة الحال، لأنها تمثل اليوم خطوة جديدة للفريق الوطني في ترسيخ مكانته ضمن قمة المنتخبات العالمية، دعما لمركزه كسادس قوة كروية عالمية. مباراة على درجة كبيرة من الأهمية، مباراة كيف كنتحدثوا جميعا فيما بيننا تعتبر بالفعل مباراة صعبة ومباراة قوية، لأنها كتجمع بين جوج ديال المنتخبات اللي أبرزوا جدارتهم خلال دوري المجموعات، واللي كيأكدوا بالفعل على أنهم كيضموا بين صفوفهم كبار اللاعبين العالميين. طبعا مباراة الفريق الوطني أمام نظيره الهولندي اللي غتجري فجر يوم الثلاثاء بمشيئة الله، يعني في الساعة الثانية من فجر يوم الثلاثاء بالتوقيت المغربي، واللي غادي يطلع الجمهور المغربي خلال ان شاء الله الى انه يعيش لحظات فرح جديده. لماذا لا؟ لان الفريق الوطني يتمتع بحسب رايي بجميع المقومات، لا البشريه ولا الفنيه ولا الذهنيه ولا ايضا المعنويه، اللي كتأهل ان شاء الله الى ان يعيد كتابه التاريخ في مدينه مونتيري المكسيكيه مدينة مونتيري المكسيكية. لعل جميعنا يتذكر على أنها كانت في مناسبتين مسرح للظهور المغربي في كأس العالم الأولى سنة 1970 مع أول مشاركة لنا في كأس العالم، والثانية طبعا كانت سنة 1986 وبمونتيري المكسيكية. ما زالت تذكر أصداءها الحضور الرائع للمنتخب المغربي لما قابل فيها كل من المنتخبين، لا البولندي ولا ايضا الانجليزي، في مباراتين انتهتا بالتعادل قبل ما نواجهه في المباراه الثالثه كيف كتذكروا جميع مباراه منتخب البرتغال ونفوز عليه ب3-1. الفريق الوطني اذا يعود للمكسيك وكانه يعيد احياء واحد الذكريات جميله جدا، وما استقبال مدينه مونتيري للفريق الوطني بكل انواع الترحاب، الا دليل على انه نشات واحد العلاقه جميله ورائعه جدا ما بين جماهير المكسيك وايضا الفريق الوطني. طبعا الكل يتحدث اليوم على أن مباراة المغرب هولندا تعتبر هي قمة دوري سدس عشر نهائي كأس العالم، وأنا هنا لابد أنني نسجل واحد تحفظ بسيط جدا، لانني كنشوف على ان هذه المباراه هذه حكمات على جوج ديال المنتخبات كيقتربوا او يتقاربان على مستوى التصنيف العالمي، على مستوى الاداء الجماعي والفردي، انهم تحكمت عليهم انهم يلتقيوا في دوري سدس عشر، في حين انه كان حريا بهذه المباراه ان تكون هي مباراه مثلا ربع نهائي، مباراه ثمن نصف نهائي، ولكن ليس مباراه دور سدس عشر، لانكم لو فتشتم في كل المباريات 16 لدوري اول ادوار خروج المغلوب لكاس العالم لوجدت على انه ما كاينش هناك شي مباراه كتجمع بين منتخبين يتقاربان على مستوى التصنيف العالمي. اليوم المنتخب المغربي في المركز السادس عالميا، المنتخب الهولندي في المركز السابع عالميا. اذا في النهاية كنقول ما قاله العديد من الخبراء على أن في النهاية كأس العالم غادي تخسر واحد من أجود المنتخبات العالمية، أو من أجود المنتخبات اللي قدمت نفسها بشكل رائع وكبير جدا خلال هذه البداية ديال كأس العالم. لا المنتخب المغربي اللي كان وصيفا للمجموعة الثالثة مناصفة مع منتخب البرازيل اللي تفوق عليه فقط بفارق الأهداف ب7 نقاط، ولا أيضا المنتخب الهولندي اللي أيضا هو جمع 7 ديال النقاط وتصدر المجموعة ديالو السادسة.
كذلك القوة الدفاعية والقوة الهجومية اللي كيملكها كل منتخب. أنا أعتقد في النهاية على أن من سيغادر من هذا الدور هذا في هذه المباراة بالذات غادي تكون خسارته كأس العالم. ونتمناو صادقين أن من يغادر من هذا الدور هو المنتخب الهولندي، ومن يتقدم إلى الدور الثمن النهائي هو المنتخب المغربي. إذا في اي سياق يا ترى غادي نوضعوا هذه المباراه؟ غنوضعوها طبعا في صلب السياقات الحديثه وليس لها علاقه ابدا بما كان في السابق. ملي كنا كنتكلموا على مباراه المغرب اسكتلندا قلت على انه لا قياس مع وجود الفارق ما بين مباراة تجري اليوم في سنة 2026 ومباراة جرت في 1998. اختلفت السياقات، اختلفوا اللاعبين، اختلفت إدارة المباريات. فإذا كذلك الأمر يتعلق بهذه المباراة، لأن كل ما التقينا بالمنتخب الهولندي الا وتذكرنا المباراه اللي لعبناها ايضا في الولايات المتحده الامريكيه سنه 1994 وواجهنا خلالها المنتخب الهولندي وخسر الفريق الوطني انذاك ب2-1 ومن كان سجل هدف للفريق الوطني هو حسن نظير. كانت هذه اخر مباراه لنا كتعتبر مباراه شكليه لاننا كنا خسرنا لغايه الاسف المباراتين الاوليين امام بلجيكا وامام المملكه العربيه السعوديه، وبالتالي كانت المباراه الثالثه هي مباراه تدوير للعناصر الوطنيه، وبالتالي خسرنا هذيك المباراه. ما ابعد الامس عن اليوم فريق اخر، ظروف اخرى، ثم ايضا مقاسات اخرى، ثم ايضا سمعه جديده للمنتخب الوطني اللي عنده كل المقومات اللي تجعله على انه يتطابق مع الانتظارات اللي حوله. صحيح ان البعض يقول على ان المنتخب الهولندي عنده بعض النقاط اللي كيتفوق فيها، لكن مؤكد ايضا ان المنتخب المغربي هو ايضا عنده نقاط القوه اللي كيتفوق بها. ولعل واحده من هذه النقاط الصعيبه انه اون ايكيب ديفيسيل اجوي، كما يقولوا الفرنسيين، من الصعب جدا انك تتوقع باي شكل ممكن ان يواجهك الفريق الوطني، لانه عنده القدره على ان يزاوج بين الاساليب الثلاثه. يعني الى يلعب احيانا بكتله منخفضه يجيد اللعب بالكتله المنخفضه، اذا اضطرته المباراه اللي يلعب بالكتله المتوسطه كيلعب بالكتله المتوسطه، اذا اقتضى الحال على انه يضغط ويلعب ببلوك عالي كيلعب ايضا بلوك عالي. فلذلك من هنا فين كنعتقد ان كتجي الصعوبه لهذه المباراه، وكتجي الصعوبه ايضا للمنتخب الهولندي اللي مدربه رونالد كومان قال على ان المنتخب المغربي هو منتخب قوي بلاعبيه، قوي ايضا بروحه الجماعيه، قوي ايضا بدهائه التكتيكي، لانه على درجه كبيره من القدرة على تنويع الأداء وعلى الارتقاء بالأداء، خاصة على المستوى الدفاعي وعلى المستوى الهجومي. منتخب هولندا كيف شاهدنا في المباريات الثلاثة اللي خاضها في إطار مجموعته، سواء أمام المنتخب السويدي، سواء أمام المنتخب الياباني أو أمام المنتخب التونسي، شاهدناه ووجدنا على أنه مثل كل المنتخبات عنده نقاط قوة وعنده نقاط ضعف. نقاط قوته كتوجد انا في اعتقادي في خط هجومه اللي كيتشكل من ثلاثه ديال اللاعبين اقوياء بكل الاحوال، غاكبو، بروبي ومالين، مساندين من طرف وسط الميدان كيتشكل من ديونغ، رايندرز وخرافنبرغ. لكن برغم من وجود مدافع بقيمه فان دايك اللي هو مدافع نادي ليفربول الانجليزي، الا ان خط دفاع منتخب هولندا كيتسجل عليه الكثير من البطء، خاصة في عملية إخراج الكرة. وهنا كل ما ضغطتي على المنتخب الهولندي كل ما استطعتي انك تصيد منه الهدف، بدليل ان المباريات الثلاثه ديالو في دور المجموعات ما استطاع ولا في مباراه واحده انه يخرج بشباك نظيفه. يعني حتى المباراه الاخيره ديالو امام المنتخب التونسي استقبل هدفا من ضربه راسيه. ايضا نقطه قوه اخرى عند المنتخب الهولندي هو انه في الكرات الثابته عنده واحد المجموعه من المتغيرات التكتيكيه في عمليه وقوف اللاعبين وايضا في عمليه تنفيذ الكرات الثابته، خاصه مع طول القامه ديال فان دايك وفان هيك. فلا بد ان نكون حذرين عند تنفيذ الكرات الثابته من هاد اللاعبين معا، وايضا من اللاعب مالين الذي يجيد عمليه التموضع داخل منطقه العمليات. وبالتالي
كل ما قدر الفريق الوطني المغربي ديالنا انه يتفادى الكرات الثابته سواء عن طريق الركنيات او ضربات الاخطاء الجانبيه، كل ما غادي يكون ريح نفسه من عناء انه يراقب الفريق الهولندي اللي بحال اللي ذكرت يعني فريق قوي ما في ذلك ادنى شك، وفريق يحتاج منا الى مباراة مثالية ومباراة نموذجية. اعتقد على ان الفريق الوطني ديالنا جاهز باش يعطي هذه المباراة النموذجية ويعطي هذه المباراة اللي من خلالها ممكن انه يتجاوز المنتخب الهولندي اللي كنظن على ان تشكيلته ما غتخرجش على تلك التي واجهت منتخب السويد وفازت عليه بحصة ثقيلة ب5-1 في حراسة المرمى بروغن، وأيضا على مستوى الظهير الأيمن فان دين فان وأيضا دين فيرس، وعلى مستوى عمق الدفاع فان دايك وفان هيك. وسط الميدان كيتشكل من 3 ديال اللاعبين بحال اللي قلت فرانك دي يونغ لاعب نادي برشلونة، رايندرز وغرافنبرغ. على مستوى خط الهجوم 3 ديال اللاعبين ب قدرة على تنويع الأداء الهجومي سواء عن طريق الاختراق سواء عن طريق المرور من العمق سواء عن طريق التمريرات العرضية، مشكل من غاكبو بروبي ومالين. إذن فريق متكامل، لكن فريق أحيانا كيفقد القدرة على ضبط الإيقاع، وبالتالي أنا كنتصور على أن المباراة أولى السجالات ديالها غتكون على مستوى وسط الميدان. غادي يكون وسط الميدان عبارة عن ساحة لمعركة ضارية من أجل ضبط الإيقاع أولا، ثانيا من أجل تأمين عملية الإخراج الكرة بطريقة سهلة من في التحولات الدفاعية الهجومية، وأيضا غادي يكون عنصر مساعد أيضا في عملية الاسترجاع، لأن غادي يكونوا محتاجين إلى قدرة رهيبة على مستوى استرجاع الكرة كل ما ضاعت منا. إذن عملية الاستحواذ تكون عندها طبيعة إيجابية، لكن أيضا عملية الاسترجاع لابد وأن تتم بواحد السرعة كبيرة جدا. ولعلنا لاحظنا من خلال المباريات الثلاث للمنتخب الهولندي أنه عنده واحد القدرة رهيبة على استرجاع الكرة بأسرع وقت ممكن. فإذا خصنا نكونوا حذرين كل الحذر من أن المنتخب الهولندي يسترجع الكرة بسرعة، فكل ما عطلنا له عملية الاسترجاع ديال الكرة كل ما أجدنا عملية الاحتفاظ بها على مستوى وسط الميدان وعملنا الانطلاقات الهجومية ديالنا. هذا هو الشيء اللي غادي يرعب المنتخب الهولندي، ولعل رونالد كومان غادي يوصي اللاعبين ديالو بعدم المجازفة بالتقدم كثير الى المنطقه الاماميه، بمعنى انه يحاول يلعب بلوك او يعني البلوك المرتفع في محاوله لفرض انه الفريق الوطني يلعب بكتله منخفضه. اعتقد غادي يحضر لاعبي لان المنتخب المغربي يتمتع بالقدره على الانطلاقات السريعه، ولربما لاحظنا كثير من هذه الامور هذه سواء في مباراتنا امام المنتخب البرازيلي سواء ايضا في مباراتنا امام منتخب اسكتلندا او حتى في مباراه هايتي، بحيث ان الفريق الوطني يتميز بين المنتخبات المشاركة في كأس العالم في أنه أكثر منتخب عنده سرعة كبيرة جدا في عملية التحول من الحالة الدفاعية للحالة الهجومية. طبعا قلت على أن المنتخب الهولندي سيعتمد على التشكيل النموذجي اللي تكلمت عليه، كذلك فريقنا الوطني من دون شك غادي يرجع سي محمد وهبي إلى التشكيل النموذجي اللي كان أعتقد أفرزته المباريات دور المجموعات، خاصة التشكيل اللي لعب في المباراة الأولى أمام البرازيل ولعب أيضا المباراة الثانية أمام منتخب اسكتلندا، وغيرنا فيه 4 ديال اللاعبين عندما تعلق الأمر بالمباراة اللي لعبنا أمام منتخب هايتي. فإذا العودة إلى هذا التشكيل النموذجي كتفرضها المباراة بطقوسها وأيضا بسياقتها، إلا إذا كانت القراءات التكتيكية لما أفرزته طريقة أداء المنتخب الهولندي خلال المباريات الثلاث أنها أعطت للمدرب والناخب الوطني سي محمد وهبي إشارات على أنه يمكن يعمل تعديل من التعديلات على مستوى العنصر البشري. فإذا المتوقع أن فريقنا الوطني يواجه إن شاء الله المنتخب الهولندي باللاعبين بياسين بونو في حراسة المرمى، أشرف حكيمي ظهير أيمن، أيضا نصير مزراوي ظهير أيسر، متوسط الدفاع يتشكل من شادي رياض وأيضا من عيسى ديوب، وسط الميدان يتشكل من نائل عناوي أيوب بوعدي وأيضا
أيضا عز الدين أناحي، إلا إذا هنا فين يمكن يكون هناك تغيير من المتغيرات، سنرى ماذا سيحدث. لكن في كل الأحوال اللعيبة أناحي غادي يمشي بلا الخنوس للجهة اليسرى، وغادي يكون إبراهيم دياز في الجهة اليمنى، وغيكون في كمهاجم أوسط وهمي اسماعيل الصباري. يمكن نقول على أن إلى حد الآن او في خلال مباراه ايتي 3 ديال اللاعبين عطاو على انهم وصلوا لقمه مستوياتهم الفنيه والتكتيكيه، اللي هما اشرف حكيمي بطبيعه الحال، ما في ذلك ادنى نقاش، اللي هما ايضا بلال الخنوس اللي حقيقه عمل اشياء رائعه في تعويض الفريق الوطني غياب لاعب بقيمه عبد الصمد الزلزولي، ثم ايضا اللاعب نائل العناوي اللي تعتبر ايضا هو من الثوابت الجميله، اضافه لاسماعيل الصباري. ما نساوش نصير المزراوي في المباراتين الاوليين اللي لعبهم سواء امام البرازيل واسكتلندا كان باداء رائع جدا. نضيف لهم ايضا ايوب بوعدي اللي كيتعتبر واللي غادي يكون عنده هو ونائل العناوي ادوار غايه في الاهميه خلال مباراه هولندا، بحيث ان الوسط الميدان المغربي المشكل من ايوب بوعدي، نائل العناوي، عز الدين أناحي بين معقبتين غادي يكون في مواجهه وسط الميدان الهولندي اللي تكلمت عليه، واللي كيتشكل من لاعب برشلونه ديونغ، من غرافنبرغ، وايضا رايندرز. ثلاثي وسط ميدان رائع. اذا هادشي علاش قلت بان وسط الميدان غادي يكون مسرح لصراع تكتيكي، صراع بدني، صراع استرجاع الكره، صراع الاستحواذ. ونتمنى صادقا اننا في هذا المستوى نكونوا احنا اكبر اعلى كعبا وعلو وايضا قوه اداء من المنتخب الهولندي، لانه كثير من المباريات بحال هذه كيحسموها جوج الحوايج، يا اما وسط الميدان كتحسمها ايضا الجزئيات الصغيره، وكتحسمها ايضا قدره المنتخب اي منتخب على انه يسجل من انصاف الفرص. وهنا نبغي نوقف عند واحد النقطه مهمه جدا، لان ان لاحظنا هناك واحد الخلل موجود عند الفريق الوطني، وهو أننا لا نجيد استثمار كل الفرص التي تتاح إلينا. فبالتالي نتمنى إن شاء الله أن أولا نسبة التوفيق تكون عالية جدا أمام المنتخب الهولندي، وثانيا أن اللاعبين ديالنا يتسموا بالجماعية في الأداء، بمعنى أننا منين نكونوا في حالة البناء، حالة التحول من الحالة الدفاعية للحالة الهجومية، وأحيانا كنكونوا يا إما متساويين عدديا مع مدافع المنافس أو كنكونوا متفوقين عليه. هنا خصنا نجيدوا عملية البناء بحيث أنه الكرة لابد أن تصل إلى من هو عنده الحلول أسهل وأكبر لكي يصل إلى مرمى المنافس. عندي ثقة كبيرة جدا أن فريقنا الوطني إن شاء الله غادي يقدم مقابلة كبيرة تليق بسمعته، بتاريخه، بمرجعيته. أنا موقن أيضا أن اللاعبين يدركون جسامة المسؤولية الملقاة على عاتقهم، يعرفون جيدا على أنهم أصبحوا متابعين من كل العالم، ولكن يعرفون أن الشعب بكامله خاصة اللي كيتواجد في المغرب وفي كثير من دول العالم غادي يسهر إلى ساعات متأخرة بالليل أو ساعات من الصباح أو من فجر اليوم التالي باش يشاهدوا الفريق الوطني. وإن شاء الله أملنا كبير جدا أن الفرحة تعم المغرب من شماله، من طنجة إلى القويرة، من شماله إلى جنوبه، من غربه إلى شرقه. أيضا أن الفرحة تعم كل مغاربة العالم أينما تواجدوا. وأنا موقن إن شاء الله من أنه إذا ما نجح الفريق الوطني في تخطي هذه العقبة القوية جدا، أنا قلت هذه القرعة هكذا حكمت علينا وعلى المنتخب الهولندي أن نلتقي في هذه الدور بالذات، لكن أنا على يقين إن شاء الله أن الفريق الوطني إذا ما تمكن بقدرة الله سبحانه وتعالى وأيضا بعزيمة أبنائه بدعم الجماهير المغربية اللي ما عنديش أدنى شك من أنها وهي تضرب واحد الأمثلة رائعة وجميلة جدا في المساندة وفي الدعم
تحل مع الفريق الوطني أو تتنقل مع الفريق الوطني أينما حل وارتحل. إذن بعزيمة أسود الأطلس وبمساندة جماهيره الوفية التي تتواجد معه في كل الملاعب العالمية، وأيضا بدعوات كل المغاربة وبتوفيق من الله سبحانه وتعالى في الأول والأخير سيكون النصر حليفنا جميعا. إذن نتمنى حظ موفق، حظ سعيد للفريق الوطني، ولنقول دائما ولنثق دائما في أن هؤلاء الأسود هم أهل للثقة، نحن فيهم واثقون، وهم أيضا لا يمكن أن يبخلوا علينا بصناعة مزيد من الأعياد، مزيد من الأفراح، مزيد من السعادة. إذن إن شاء الله اللهم يسر كيف كان قرأ جماهيرنا المغربية، والردود التي تريد كلها ردود إيجابية، كلها ردود متفائلة، كلها دعوات وإيماننا بالله سبحانه وتعالى كبير جدا على أنه يمن علينا بلحظة نصر جديد وأيضا بلحظة فرح جديد. وكونوا على يقين أن أننا أسود تزأر في كل ملاعب العالم، ولا يمكن قطعا أنها تترك ولو قطرة عرق واحدة في جسمها من دون ما تسيل من أجل أن تحقق المجد لوطننا الحبيب. إذن إلى أن ألقاكم في فرصة قادمة بحول الله، نتمنى حظ سعيد موفق إن شاء الله لفريقنا الوطني، ولا تنسوا ديما مغرب.